السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، ازي حضراتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسعاده مع يوم جديد وقلق جديد ونكد جديد وزعل جديد وانبساط جديد. اتمنى لحضراتكم جميعا السعاده والفرح. اللي بيتكلموا بيقولوا ما ياما الخليج برضو ادى مصر وادى الدول اللي حواليها وفتح ابوابه للجميع. فتح ابوابه للجميع مش ببلاش، بالفلوس. يعني لما يكون فاتح بابه ليا ولغيري بنروح نشتغل الاول وندفع الكوته علشان نيجي اخر الشهر ناخد المرتب المتفق عليه، قليل او كتير، فاحنا خلاص رضينا وارتضينا بهذا الامر. ولكن انا بشتغل في الاول، ما باخدش حقي في الاول، ما باخدش مقدما. يعني لازم انا يا راجل يا ضعيف، يا راجل يا فقير، يا راجل يا مسكين، لازم ابذل المجهود الاول، ولازم اتعب الاول، ولازم اقدم خدمات الاول، وهو في الاخر بيقيمها بقرش، ب10، ب20، ب15، او اللي متفق عليه يبدأ يديهولي في النهاية، واكيد بيكسب من ورايا قده 10 مرات. لكن عمري ما خدت مرتبي في الاول مقدما، لا، ده انا يا فقير لازم ابذل المجهود للغني علشان يعطف في الاخر ويديني مرتبي وكأنه بيحسن عليا. اما اللي بيقولوا ياما ادت مصر، فما فيش حد ادى مصر حاجه ببلاش. اللي بيدي مصر ادى مصر حاجه اسمها قروض، والقروض اتسددت في مواعيدها وبالارباح. السيد الرئيس بيطلع ويقول بنفسه ان الدول الفلانيه وقفت جنبينا ولن ننكر هذا ومش هننسى الموضوع، وبيطلع يتكلم في اي مناسبه من المناسبات. مفيش رئيس دولة بيعمل اللي هو بيعمله، يطلع يقول الناس دي ساعدتنا وادونا وعملوا ووقفوا جنبينا والحكاية والرواية. واللي حاطط فلوس في البنوك عشان استثمار ويرفع من قيمة الجنيه رجع في عز أزمة مصر وسحب فلوسه. واللي ادى مصر القروض متفق على مواعيد السداد بالأرباح وبياخد فلوسه في مواعيدها. عمرنا ما كسرنا قسط على التاني لأي دولة أيا كانت، هي غنية واحنا فقراء، ما كسرناش قسط لحد وبنسدد في المواعيد، وكل دولة خدت فلوسها. وفوق كل ده ما بينوبناش غير المذلة منهم، ان في اي محفل من المحافل الدولية بيقولوا احنا ادينا مصر، احنا ادينا مصر، احنا ساعدنا مصر. ولذلك انتوا كشعوب طالعين بترددوا نفس الكلام، احنا ياما اديناكم. انت مين انت اللي اديتنا؟ ده الشغل حكومات مع بعض. مفروض انت مواطن من شعب الدولة الفلانية ما تتكلمش وما تتدخلش في حاجة، انت بس ادي الناس اللي شغالة عندك، ادي حقوق الناس اللي شغالة عندك الاول وقدرهم صح، ما تقدرهمش بربع مجهودهم وتديهم اللي هم يستحقوه بتديله الربع فقط. ولما حد يتكلم تقول له لو مش عاجبك ما تجيش. هو رزقه على الله يا حبيبي، رزقه مش عليك ولا على اي حد، خلقه ربنا، ده ربنا هو اللي مسبب الاسباب. الارزاق على الله مش عليك في اي دولة. والاخوة كلهم لبعض، ده لو كانوا اخوة صح. اما اللي بيتكلموا برضو وبيقولوا لي انا شخصيا انت كنت بتمدح الخليج وما زلت بمدح الخليج كشعوب، ما زلت بمدح الخليج كحكومات، لما يكون مفيش اي ضرر بالامن القومي لاي دولة من الدول المحيطة. يعني انا لا ضرر ولا ضرار. لما جيتوا عملتوا الانفتاح الفني عندكم في اي دولة ايا كانت، اكم من ناس كتير قوي هجمتكم. انا واحد من الناس قلت دي حرياتهم، دي حاجة تخصهم هم، اضرونا في ايه؟ قالوا في والاماكن المقدسة والعبادات قلت لهم برضو دي حاجة تخصهم هم، ولو في عندهم اي اخطاء فربنا هو اللي يحاسب مش احنا اللي هنحاسب. الكلام ده انا قلته قبل كده. وقلت الناس بتسافر تشتغل ب10 قروش وعاجبهم ال10 قروش بيشتغلوا ويستمروا، مش عاجبهم خلاص ده حاجة تخصهم ما يسافروش. يعني احنا بندي كل واحد حقه. لكن لما يوصل الامر لتمويلات رهيبة بعد ما قلتوا احنا مش هنعمل اي استثمار مع امريكا ولا هنعمل اي تطبيع مع الكيان الا
بعد الانسحاب التام من الاراضي الفلسطينيه، والا بعد اقامه الدوله الفلسطينيه على حدود 67 وعاصمتها القدس، تيجي ترجعوا في كل ده والتريليونات تطلع للشيطان الاكبر عشان يمول الكيان، عشان يقضي على ما تبقى من الشعب الفلسطيني. يبقى انت هنا ليه مش عاوزنا نتكلم؟ يعني انا لما كنت بمدحك كنت انت بتقول لي شكرا، وفي من اهل بلدي اللي بيقول لي لا انت كده غلطان. النهارده انا لما اقول كلمه حق برضه في اللي هيقول لي شكرا، وانت كمضطر من كلامي اكيد هتقل ادبك، لان تربيتك كده. انا ما بقلش ادبي على حد، بس اكيد انت هتقل ادبك لان انت اساسا قليل الادب ومش محترم، وهي دي تربيتك ايا كان وضعك. فلازم تطلع اللي جواك اللي مستخبي. الحقيقه بتطلع وقت الازمه، والناس بتبان وقت الازمه. وبدل ما تقعد كده مع نفسك وتدرس الامر صح، مفيش حاجه اسمها استثمار مع دوله هي المنبع الرئيسي والممول الرئيسي وصاحب السلاح الرئيسي اللي بيديه لكيان وظيفته يقضي على الشعب الفلسطيني. تقول لي بستثمر في وقت الحرب، تبقى خيانه. والوقت اللي احنا فيه اسمه وقت حرب. لو عايز تستثمر اخواتك العرب انت اولى بيهم وهم اولى بيك، والاراضي الخصبه موجوده. تقدروا تعملوا مصانع تصنيع سلاح، تقدروا تعملوا مصانع تصنيع سيارات، تقدروا تعملوا ارض خصبه زراعه تكفي كل الدول العربيه، تعملوا اكتفاء ذاتي على قلب رجل واحد، يبقى في الاتحاد قوه محدش يقدر يغلبكم، وتعملوا لنفسكم حساب. لكن اللي بيتكلم الحق بيطلع وحش في الاخر، واحنا مش هنعيش قد ما عشنا. فلما اكون انا وحش في نظرك غير لما اكون وحش في نظر نفسي. ما اكونش وحش في نظر نفسي، خليني وحش في نظرك، وخلي كلامي ما يعجبكش، لكن كلامي يشفي ضميري ويخليني انا كده اقول كلمة حق قدام ربنا، هو وحده اللي هيحاسبني عليها طالما انا ملتزم الادب وما غلطتش في اي جنس مخلوق، سواء من مصر او من اي دولة عربية. انتوا تحاسبوا نفسكم. مصر خدت منكم قروض وسددتها وبالارباح كمان، لكن انتوا لما جيتوا عشتوا عندنا هنا، لما حصل هجوم من العراق على الكويت، اهل الكويت جم عاشوا هنا. لما حصلت حرب اهليه في اليمن، اهل اليمن جم هنا. لما حصلت برضه حرب اهليه في ليبيا، اهل ليبيا جم عاشوا هنا. السودان جم عاشوا هنا في مصر. حتى الافارقه جم عاشوا هنا واشتغلوا هنا. يا ساده محترمين، لما قامت الحرب ولبنان وسوريا والحرب الاهليه والكلام ده كله، اهل سوريا جم هنا واهل لبنان جم هنا. وفي النهايه ما بينوبناش غير قله ادب من بعض الجنسيات. يخرج يشتم ويقل ادبه، يعيش ياكل ويشرب ويبرطع، ولو ادى الامر بيفتح مشاريع خاصه بيه هو ويتجوز ويخلف، ولما تجيله الفرصه انه يرجع بلده ويقل ادبه ويشتم، وقليل اللي بيرجع يشكر. فيا ساده محترمين، مصر ما بتاخدش حاجه من حد ببلاش. مصر علشان تاخد حاجه من اي دوله ايا كانت لازم بتكون ادت خدمات اكتر من اللي خدته 10 مرات، زي ما بيحصل في الافراد، زي ما بيحصل مع المؤسسات ومع الدوله. الفرد لما بيسافر اي دوله بيتفق على مرتب 10 قروش، لازم يأدي شغل ب100 عشان ياخد اخر الشهر ال10 قروش. برضو نفس الوضع الدولة لو خدت قرض حسن ما يتردش تاني ولا هبة ولا اي حاجة، لازم تكون قدمت خدمات قد اللي هتاخده 10 و20 مرة. وعمر مصر ما بخلت على اي دولة من الدول اللي حواليها، ولا عمرنا طلعنا عايرنا حد زي ما بنتعاير من دول الخليج. لكن برضو احنا مش هنقول غير كلمة الحق. اللي حصل خلال الايام اللي فاتت، انا من وجهة نظري، انا ولا وجهة نظر ده في الهوا ولا اي شيء يعني، لان حتى رئيس الدولة عندنا ولا اي حاجة تهمه ولا اي حاجة تفرق معاه، لان الايام والاسابيع والشهور والسنين بتكشف الناس على حقيقتها، مين خاين للامة العربية ومين وفي. فانا رأيي اللي حاصل ده كله ده شغل ابادة لشعب مسكين اعزل، واحنا هنا لا يصح الا الصحيح. ماشيين في طريقنا ومش هنتخلى عن القضية، وان شاء الله نعدي البر الامان. ولو هنغرق نغرق مع نفسنا،
مش عايزين مساعدة من حد. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، رغم أنف الحاقدين. السلام عليكم.